جربت قبل كده تعملي فطاير الشاورما من غير لا عجن ولا فرد ولا وجع قلب؟ اوعدك النهارده تعملي ألذ فطاير شاورما بطعم ينافس اكبر المطاعم وتحدي، مقرمشه من بره وجوسي جدا بالموتزاريلا من جوه. اوعدك مش هتشتريها تاني من بره، هنعملها بنظافه وتوفير في البيت من اول تتبيله الشاورما لحد القرمشه واللون الذهبي الجامد ده. يلا بينا نبدع، بس ما تنسيش تدعمي القناه بلايك واشتراك علشان يوصلك كل وصفاتنا الجديده. معانا هنا فلفل اخضر وفلفل الوان وبصلايه كبيره. هبدا ان انا اقطع الفلفل والبصل شرايح رفيعه علشان الشاورما بتاعتنا. تمام كده، قطعناهم وهنخليهم على جنب وتعالوا نشوف هنعمل ايه. معايا صدر فرخه كبير وهستخدمه في الوصفه، وهو تقريبا وزنه 600 ل 700 جرام، تقريبا 700 جرام. هبدا ان انا اجمده نص تجميد علشان اقدر اقطعه بالتقطيعه اللي انتوا شايفينها دي، صوابع رفيعه جدا او شرايح رفيعه جدا. بصوا لما بتجمد، بصوا التركه دي بجمده نص تجميده عشان يطلع الشرايح، شايفين شكلها عامل ازاي؟ قد بعضها بالظبط. هنا قطعت كل الكميه شرايح رفيعة. هاجي بقى في طاسة على النار غير لاصقة، وهنزل بمعلقة كبيرة من السمنة البلدي، وعلى نار عالية هنزل بشرايح الفراخ بتاعتي اللي انا مقطعاها، واحاول ان انا افكها من بعض واخليها تبدأ تاخد لون. اول ما يبدأ لونها يغير زي ما احنا شايفين كده، هنزل بمجموعة توابل للشاورما بتاعتي. توابل الشاورما اللي هحطها ايه؟ عبارة عن ايه؟ معلقة صغيرة مليانة من الكاري والسبع بهارات والبابريكا المدخنة وكزبرة حب مطحونة وملح وفلفل ومكعب مرقة. المفروض بتبقى فورية او بودرة، ولكن ما كانش متوفر عندي غير مكعبات فنزلت بمكعب، بس لازم وانا بنزل بيه بفركه كويس قبل ما انزل. تمام زي ما احنا شايفين كده. هقلب بقى كل التوابل دي مع بعضها. مش عارفه اقول لكم ايه على الريحه، جامده، ريحتها رهيبه. هشوح بقى تشويحه كويسه جدا زي ما احنا شايفين كده، عشان كل الصدور بتاعتي او الشرايح بتاعتي تتشرب كل التتبيله. هنزل في اللحظه دي بالبصل اللي انا قطعته شرايح جوليان او شرايح رفيعه، هنزل بيه واقلب كمان، اديله تتبيله، هدبله كويس جدا. هقعد ادبل فيه لغايه ما يدبل تماما. وهنا بقى هنزل بفصين من الثوم المفروم وهكمل تشويح. الريحة يا جماعة قلب المكان، الريحة رائعة. هنزل بقى في اللحظة دي بالفلفل الألوان بتاعي، الفلفل الأحمر والأخضر. لو ما عندكيش ألوان فلفل أخضر بس مفيش مشكلة خالص. هكمل بقى تشويح حاجة بسيطة، وبعدين هغطيها واخليها على نار هادية جدا لغاية ما كل المكونات بتاعتي تستوي تماما. زي ما احنا شايفين كده تمام، هي استوت. وفي آخر مرحلة أنا بحط فيها معلقتين من الخل الأبيض ومعلقتين من الكاتشب، بيدي طعم حلو جدا. هقلب بقى وخلاص، دي اخر مرحلة معايا. هجيب بقى في بولة علشان اعمل التشريبة بتاعتي الجميلة بتاعت الجلاش بتاعي. في بولة هجيب 3 بيضات، كوباية الا ربع من الزيت على السمن، وهنزل بالملح بالفلفل بتاعي. انا دايما بحط الملح مع الفلفل بيبقى جاهز. وهنزل بمعلقتين من الدقيق، ومعلقتين الدقيق هنا بيعتبر مادة ربط معايا في الموضوع. هنزل بقى بنص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهقلب الكلام ده كويس خالص، اخلطه بالمضرب. وهنزل باخر حاجة كوبايتين من الحليب. وبس كده، دي اهم تشريبة عندي، بستخدمها في كل انواع الجلاش الحادق علشان تورق معايا الجلاش وتخليه طعمه مختلف تماما. اعتمديها في كل تشريبات الجلاش بتاعتك. هنا طبعا الشاورما بتاعتي بعد ما هديت هنزل عليها بشوية موتزاريلا حلوين كده، تقريبا نص الكيس اللي انا كنت ماسكاه، يعني ربع كيلو مثلا. هنزل بشوية حلوين واقلبهم على الشاورما بتاعتي علشان دي هتبقى الحشوة اللي هستخدمها. تمام كده، الموضوع بسيط جدا وسهل. انا هنا بحط كمان شويه، عايزه اكتر موتزاريلا علشان بتبقى جوسي وفيها مطه حلوه كده في الحشوه. هنا بقى هجيب الجلاش بتاعي وهاخد 3 رقات من الجلاش. احاول اختار الجلاش بتاعي يكون طازه علشان ما يتكسرش مني، او لو انت شايلاه في الفريزر ما يكونش بقاله فتره طويله. تمام كده، انا بجيب 3 رقات بدهنهم بالتشريبه بتاعتي وادهن دهنه كويسه، وبعدين هنزل بمعلقتين 3 من الشاورما. وهبدا ان انا بقى اجيب الاطراف زي ما احنا شايفين كده. عايزه اقول لكم احنا بنعمل عظمه، الطعم والاخر لذيذه بجد. لما بلم الجناب بدهنها كويس جدا جدا من جوه بالتشريبه بتاعتي، وابرمها بنفس الشكل اللي احنا شايفاه، وهحطها في صينيه تكون مدهونه بالسمنه. تمام. هجيب بقى 3 رقات كمان واعيد نفس القصه. بس عايزه اقول لكم اني جربت ان انا اعمل رقين بس طلعت خفيفه جدا جدا، فلا لا 4 ولا 2، هي الافضل 3، بتبقى سمكها حلو وعلى فكره مشبعه جدا. يعني الفرد ممكن يشبع من 2 رول، يعني هياخد 2 رول، هو مشبع لفرد، 3 بالكتير للفرد. انا هنا خلصت حشو اول صينيه وعملت فيها 5 رول. عايزه اقول لكم ان انا استخدمت كل الكميه، لفتين جلاش ونص.
يعني 2.5 لفة من الجلاش عملوا لي صينيتين كبار. الصينية دي فيها 5، وعملت كمان صاج فيه 10 من الرول، يعني طلع 15 رول من 2.5 لفة جلاش. هنا بعد ما بخلص بدهن الوش بالتشريبة، نفس التشريبة اللي انا بدهن بيها. وهنا ضفت اضافة من عندي كده اللي هي حبة البركة، بتدي طعم حلو وشكل حلو للمخبوزات عندي. وعملت اهو الصاج التاني اللي زي ما قلت لكم فيه 10، يبقى 15 رول عملته. بعد بقى ما بشرب كل الكمية الوش واحط حبة البركة بتاعتي، بسيبه نص ساعة اقل حاجة. لو حابة تسيبيه ساعة سيبيه. هنا بقى ادخل الفرن على الرف الوسطاني على درجة حرارة 220. اول ما تعدي اول ربع ساعة هبدأ ان انا اشغل المروحة الداخلية او الشواية علشان ياخد لون حلو، لون ذهبي كده زي ما احنا شايفين. طالع رهيب رهيب يا جماعة. عايزة اقول لكم اللون والقرمشة والريحة بتاعته في حتة تانية خالص، فعلا رهيب. لو طول الوقت بتعمليه باللحمة المفرومة، لا جربي الجلاش بالطريقة دي، وبالشاورما هتطلع حاجة تانية خالص. صوت القرمشة بقى خطير، مقرمش خالص خالص من بره، وهش جدا ومورق جدا من جوه. ده غير ان الشاورما جوسي جدا وطرية وواخدة مطة حلوة من الموتزاريلا، فعاملين ميكس رهيب. وكمان التسوية مظبوطة وواخدة اللون الذهبي من كل ناحية، من تحت ومن فوق. شايفين بقى الجمال؟ قوليلي بقى لو هتطلبي الكمية دي 15 رول من بره بسعر قد ايه ليكي ولأسرتك؟ ب2.5 لفة من الجلاش عملنا 15 رول. بكل امانة وبدون مبالغة بينافس اشهر محلات الشاورما اللي ممكن تتخيليها. الميزة بقى انها بتنفع في كل الوجبات، فطار غدا عشاء، وبتنفع كمان بين الوجبات. لذيذة جدا. كان بالنسبة لأولادي حاجة مختلفة تماما ومشابهة جدا للأكل بره، وأرخص، وكفاية انك بتعمليها بحب. اشجعك جدا تجربيها وتكتبي لنا رايك في الكومنتات، دي حاجه بتسعدني وبتشجعني اني اكمل. لو وصلت معايا لغايه هنا ما تنسيش اللايك والشير لكل الناس اللي فارق معاهم الاكلات المختلفه والجاهزه. ولو لسه ما اشتركتوش في القناه انزلوا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان توصل لكم كل اشعاراتنا وكل فيديوهاتنا ووصفاتنا الجديده. انتظروني في وصفات احلى واحلى من مطبخ فراوله. شكرا لكم ولمتابعتكم.